السلام عليكم. لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب. وقبل بداية الفيديو صلوا على الرسول، اللهم صل عليه. هل اعتذر زياش والنصيري للمدرب الركراكي بعد أزمة استبدالهما؟ ما زال تصرف نجمي منتخب المغرب حكيم زياش 31 عاما ويوسف النصيري 26 عاما بعد استبدالهما خلال مباراة زامبيا يوم الجمعة الماضي لحساب الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026 تثير الكثير من ردود الفعل الغاضبة من الجماهير المغربية، التي اعتبرت أن ما صدر عن النجمين المغربيين غير لائق بهما ويمس سمعة كرة القدم بالمملكة، لذا يستوجب عرضهما على اللجنة التأديبية للاتحاد المغربي لكرة القدم من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة. ولم يتقبل متابعو منتخب المغرب تصرف نجم غلطة سراي التركي حكيم زياش حين اعترض على استبداله ورمى حذاءه على أرض الملعب، والشيء نفسه بالنسبة لهداف إشبيلية الإسباني يوسف النصيري، الذي ركل قارورة مياه أمام زملائه وأعضاء الجهاز الفني لمنتخب أسود الأطلس احتجاجا على قرار المدرب وليد الركراكي بتعويضه بمهاجم أولمبياكوس اليوناني أيوب الكعبي 30 سنة، وهو ما يهدد مستقبل اللاعبين المذكورين مع المنتخب المغربي. واستبعد مصدر مسؤول في الاتحاد المغربي في حديث خاص لام العربي الجديد الأحد رفض ذكر اسمه اتخاذ إجراء تأديبي بحق اللاعبين زياش والنصيري طالما أن المدرب وليد الركراكي تفهم ما بدر منهما في لحظة غضب، ولم يبدي أي رد فعل إزاء تصرفهما أثناء مغادرة أرض الملعب، ما يعني أن هذا الموضوع انتهى. وأضاف المصدر متحدثا بشأن حقيقة اعتذار اللاعبين زياش والنصيري للمدرب وليد الركراكي أمام اللاعبين قائلا: لا ندري، ربما حدث ذلك خلال اجتماع اللاعبين مع المدرب الركراكي بعد نهاية مباراة زامبيا من أجل طي هذه الأزمة كليا. مثل هذه الأمور تعالج داخليا للحفاظ على استقرار المجموعة. وسرب خبر اعتذار اللاعبين حكيم زياش ويوسف النصيري للمدرب وليد الركراكي قبل 72 ساعة من مواجهة منتخب جمهورية الكونغو المقررة الثلاثاء القادم على الملعب الكبير في أغادير، فيما خلت صفحة اللاعبين المعنيين من أي منشور في حسابيهما على موقع إنستغرام يقدمان فيه اعتذارهما فعلا عما صدر منهما أثناء قرار المدرب الركراكي باستبدالهما في منتصف الشوط الثاني، ما يطرح تساؤلات كبيرة حول قدرة المدرب وليد الركراكي على التحكم في غرفة تبديل الملابس. جدير بالذكر أن منتخب المغرب يتصدر مؤقتا المجموعة الخامسة من تصفيات كأس العالم برصيد 6 نقاط بعد الفوز على زامبيا 2-1، متقدما على منتخبات تنزانيا والنيجر وزامبيا ب3 نقاط لكل منها، فيما يحتل منتخب جمهورية الكونغو المركز الأخير من دون أي نقطة.